أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في بلاغ أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي إثر تسجيل وفاة شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة أسمارة. وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية. وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث. هذا وعلم لدى السلطات المحلية بإقليم سمارة أن 4 انفجارات وقعت ليلة السبت الأحد بمدينة سمارة أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين، 2 منهم في حالة خطيرة. وأوضح المصدر نفسه أن الانفجارات طالت حي لازاب وحي السلام والحي الصناعي انفجاران، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون. وأضاف المصدر نفسه أن الشخص الثالث الذي أصيب بجروح طفيفة تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين. وتابع المصدر أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.